الاثر اللي بيهز قلبي قوي قوي اثر سيدنا داوود، والله يوحي اليه ويقول يا داوود فرشوا لي وجوههم ونصبوا لي اقدامهم وناجوني بكلامي وتملقوا الي بانعامي فهم بين صارخ وباك وبين متأوه وشاكي. اتعلم يا داوود اني اعطيهم ثلاثه، انا اهل قيام الليل دول هديهم 3 جوائز، هخصهم عن البشريه ب3 جوائز. الاولى لو ان السماوات السبع والاراضين السبع في ميزانهم لاستقللتها عليهم. يعني تخيل واحد جاي السماوات السبع دي في ميزانه قدها حسنات، يبقى ده عنده مشكله من مشاكل الاخره؟ ما عندوش اي مشكله. والثانيه اني اقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستنير وجوههم وقلوبهم. تخيل لما قلبك ينور بنور الله، يبقى عندك مشكله في الدين، في فتنه تلتبس عليك، في معصيه تقع فيها، يبقى اللي قلبه منور بنور الله ما عندوش مشكله في الدين. والثالثه يا داود اني اقبل عليهم بوجهي. ارايت يا داود من اقبلت عليه بوجهي ماذا اريد ان اعطيه؟ اقبل عليه بوجهي. تخيل مثلا داعيه قاعد بيدي درس وكل عينه مع كريم، وقاعد يشرح مع كريم، ما بيبصش للباقي، قاعد يبص لكريم بس، يبقى معناه كريم عنده ايه؟ فتخيل ان ربنا كلما اعطى لعباده اقبل على هذا بوجهه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام جاء في اخر الليل فقال ايقظوا صواحب الحجرات، قوموا صحوا امهات المؤمنين، ماذا انزل الليله من الخزائن. لو شفت منظر ابواب خزائن الله وهي بتفتح والعطاءات بتنهمر على القوامين، حدش هيقدر يجي له قلب ينام في بيته، حدش هيقدر هيجي له قلب ينام. يبقى انت لما تيجي تصحى لقيام الليل كده تستحضر مشهد ايه؟ مشهد العطاءات المنهمره من خزائن الله على الايه؟ على القوم. في ناس اتجوزت بقيام الليل، في ناس انجبت بقيام الليل، في ناس شفيت من امراض عضال بقيام الليل، في ناس نجت من كروبات هائله في قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء